السلام عليكم. تخيل تمشي تخدم النهار كامل وتضرب تماره باش توفر لمراتك اللي صغيره منك ب30 عام حياه كريمه، وتصدق راجع للدار تلقاها خلاتك على الدص، لا مراتك لا فلوسك لا شرفك. صدمه كتحمق. هاد الشيء ماشي فيلم، هذه قصه واقعيه وقعات في مدينه ازرو، والبدايه كانت بقرار غلط دمر حياه جوج عائلات. القصه بدات في واحد النهار بارد من نهارات في مدينه ازرو، المدينه الهادئه وسط الجبال. البطله ديالنا بنت باقه صغيره، يلا كملت 18 عام، كتقرا في الليسي، عايشه حياتها ومراهقتها، ولكن القلب وما يريد. كانت كتبغي واحد الشاب سميتو المهدي، خدام في قهوه، والحب بيناتهم كان شاعل. واحد النهار البنت تعطلات وما رجعتش للدار، الوالدين تقلقوا، خرجوا كيقلبوا في الدرب، سولوا صحاباتها، وفي الاخير عرفوا باللي راها مشات مع المهدي. الاب هز الطوموبيل ومشى جاب بنته ورجع للدار. هنا بلاص ما يعالج المشكل بالحوار، الوالدين قرروا باش يحكموا عليها بالاعدام وهي حيه. غادي تحبسي القرايه وغادي نجلسوك في الدار، واول واحد يجي يخطب نعطيوك ليه. وفعلا داز ايام قليله ودق بابهم واحد الراجل ميسور الحال، عنده الدار والطوموبيل، ولكن المشكله في عمره 48 عام، يعني قد باها. البنت رفضات وبكات ورغبات، ولكن كلمه الوالدين هي اللي كانت حاسمه. تزوجي باش تستري، هاد الشيء اللي قالوا لها. ودار العرس، والبنت صغيره ولات زوجه لراجل كبر منها بعقود. داز العام ديال الزواج، امور كانت كتبان سمن على عسل. الزوج فرحان بمرته الصغيره، مهلي فيها، ما كيخصها حتى خير. البنت ساكته مطيعه، ما كتشكي ما والو. العائله كتقول الحمد لله. البنت تبتات ودارت عقلها، ولكن تحت داك الصمت كان كيطبخ بركان ديال الانتقام. واحد العشيه الزوج رجع من الخدمه مع 5 ديال العشيه، كيدور الساروت في الباب وهو كيتخيل مرته موجده ليه الكاسكروط والدار دافيه بها والجو زوين. حل الباب والسكات كان كيخلع، وبدا كيقول رشيده رشيده، ما كاين حتى جواب. الصمت كيدور في المكان. دخل البيت النعاس، وهنا كانت الصدمه. الماريو محلول، الحوايج ديالها ما كاينينش، النص ديالو مهزوز. القلب ديالو بدا كيضرب في المياه. مشى كيجري لواحد الكوفر فور فين كيخبي فلوسو لدوير الزمان. حل الصندوق لقاه خاوي، 30 مليون سنتيم كاش كانت محطوطه تما، تبخرات. الراجل داخ ما عرف واش يبكي على مرته اللي مشات ولا على فلوسه اللي طارت. هبط عند الجيران كيجري، وجهه مخطوف. واش شفتو مرتي؟ واش شفتو مرتي؟ وحده من الجارات قالت لي سيدي شفتها قبيله خارجه مع الوحده ديال النهار، هزه باليزه كبيره ولابسه جلابيه حمراء، وسلمت عليا وبانت لي عاديه. الراجل مشى عند البوليس باغي يبلغ، ولكن والديه وقفوا ليه في الطريق. لا حشو ما تفضحنا، بنتنا ما تسرقش، يمكن مخطوفه، دير بعدا بحث لفائده العائله وما ديرش السرقه. الراجل بقى حاير، ولكن ملي شاف رزقو مشى ديكلارا بالسرقه وبالاختفاء. البوليس داروا خدمتهم، مذكره بحث وطنيه تلاحت، تصاور توزعوا، العائلات كيقلبوا، ولكن البنت بحال البرا وسط القش، لا اثار لا تليفون لا خبار، بحال الارض انشقت وبلعاتها هي وديك 30 مليون. داز شهر، شهرين، عام ونص. العائله فقدت الامل، والزوج كب الماء على كرشو، على فلوسه وعلى حياته اللي تفرتكات. ولكن الحق مهما طال الزمان كيرجع عند ماليه. في واحد الليله مظلمه في مدينه سلا، بعيده مئات الكيلومترات على مدينه ازرو، في واحد الكلينيك دخل شاب في عمره 28 عام، جايب معاه شابه حامله في الوجع ديال الولاده. الشاب عطى لاكارت ناسيونال ديالو ديال السيده للاداره باش يسجلوا الدخول. الموظف اللي تم بحكم الاجراءات ولا شاك في شي حاجه بسبب الارتباك ديال الشاب، واتصل بالشرطه باش يديروا التنقيط الروتيني. البوليس جاو، هزوا البطاقه ديال السيده، ضربوها في السيستيم، وهنا شعلت البوله الحمراء. الاسم فلانه بنت فلان، مطلوبه بموجب مذكره بحث وطنيه من امن ديال ازرو بتهمه السرقه الموصوفه والخيانه الزوجيه. البوليس دخلوا لغرفه الولاده، لقاو السيده يلاه ولدات، والشاب اللي معاه جالس فرحان بالمولود. شكون هاد الشاب؟ واش هو اللي خطفها
واش داك الولد اللي تزاد ولد راجلها مول 30 مليون ولا ولد الحرام؟ وكيفاش دوزوا عام ونص وهما هاربين؟ البوليس ديال السلا اتصلوا بالامن ديال ازرو. السيده اللي كتقلبوا عليها هذه عام ونص راه حصلات عندنا وراه تزاد عندها مولود. الخبر نزل كالصاعقه على الزوج المسكين وعلى والديها. الزوج هز طوموبيلته وطار لسلا، باغي يفهم غير شنو وقع. ملي وصلوا وبدا التحقيق بانت الحقيقه كامله، والحقيقه كانت صعبه على الزوج والعائله. داك الشاب اللي حصل معاه في الكلينيك شكون كان هو المهدي، حبيبه الاول، داك اللي كانت كتهرب عنده في ايامات الليسي. شنو وقع بالضبط؟ البنت فاش تزوجات بزز دارت خطه جهنميه ما تطيحش لكم على البال. قررت تمثل الدور ديال الزوجه المطيعه، تكسب الثقه ديال راجلها وتعرف فين كيخبي الفلوس. صبرت عام كامل كتاكل وكتشرب وكتنعس مع راجلها عادي واخا ما كتبغيش، وعقلها مع عشيقها. نهار عرفت الكود والمكان ديال الفلوس وتأكدت ان راجلها جمع مبلغ صحيح اللي هو 30 مليون سنتيم، هزات الهمزه وهزات حويجه وهربات عند حبيبها المهدي والعروسه الهاربه كراو شقه في مدينه سلا وعاشوا تما عام ونص بخير كيخسروا فلوس الزوج المسكين. شراو الاتات وكلاو وشربوا وتفطحوا والفلوس بدات كتقاده. والصدمه الكبيره هو داك الولد اللي تزاد في الكلينيك هو ولد حبيبها المهدي، يعني حملات منه وهما هاربين في علاقه غير شرعيه، والزوج ديالها ما عنده حتى دخل في هذا الشيء. الاعترافات البنت اعترفت بكل بساطه: انا ما بغيتوش، والدي اللي زوجوني بزز، وانا بغيت نعيش حياتي مع الانسان اللي حبيته، والفلوس هزيتهم باش نبني مستقبل ديالي مع الحبيب ديالي. الزوج وقف مصدوم، خسر فلوسه وتطعن في شرفه، ومرته ولدت مع واحد اخر في الفلوس ديالو. الحكم والعبره، القانون لا يحمي المغفلين ولكن كيضرب بيد من الحديد على المجرمين. الزوجه تحكمت ب6 سنين سجنا نافذا بتهمه السرقه الموصوفه والخيانه الزوجيه والفساد. والعاشق المهدي حتى هو نال العقاب ديالو بتهمه المشاركه والفساد. الفلوس مشات في مهب الريح، تصرفت كامله، والزوج بقى بلا فلوس وبلا زواج، ولكن تهنى من مصيبه كانت غارقه في دارو. العبره خوتي الزواج عمره ما كان بزز، والديها بغاو يستروها صدقوا رامينها للتهلكه وللحبس. ولكن حتى البنت مهما كان الظلم، السرقه والخيانه عمرهم ما كيكونوا حل. بغيتي تطلقي سيري للمحكمه، ماشي تهزي رزق ديال الناس وتهربي وتولدي في الحرام. نهايه ديما كتكون مظلمه فاش كنبنيو حياتنا على الحرام والدموع ديال الناس اخرين. الله يسترنا ويستر وليداتنا. شنو رايكم في تصرف الوالدين؟ واش هما السبب الرئيسي ولا البنت هي المجرمه الوحيده؟ هاد القصه كتخلي الواحد يوقف ويسول راسو بزاف ديال الاسئله، حيت ملي كنفرضوا قرارات مصيريه بزز وكنسدوا الباب الحوار راه كنزرعوا الحقد في القلوب بلا ما نحسوا. الوالدين بغاو الستره ولكن ما عرفوش باللي الستر الحقيقي ما كيكونش بالزواج بلا رضا، بل بالتفاهم والهضره والعقل. وفي نفس الوقت الظلم ما كيعطيش الحق في الخيانه ولا في السرقه، حتى الا كانت مجروحه ومقهوره. راه اختيار الحرام كيجر غير للدمار، كيخلي الضحيه تولي مجرمه وكتضيع راسها والناس اخرين معاها. وفي الاخير واحد خسر فلوسه وشرفه وعمره، ووحده دخلات للحبس وهي وطفل تزاد في ظروف معقده ما عنده حتى ذنب فيها، وجوج عائلات تفرقوا وتهرسوا نفسيا. عبره خوتي الزواج ماشي صفقه وماشي حل الفضيحه، والحب ما كيتبناش على الخيانه، والفلوس اللي كتجيب الحرام كتخرج بالحرام. اي طريق ما فيهاش الرضا ديال الله والضمير راه مهما طال نهايتها ظلام. الله يهدينا ويهدي ولادنا ويحفظ بيوت المسلمين من قرارات اللحظه اللي كتدمر عمر كامل. كانت هذه قصتنا ديال الليله. كل قصه كنحكيوها كتخلي اثر، وبعض الحكايات كتبقى كتعيش وسطنا بلا ما نحسو. شكرا لحضوركم ووفائكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. بسلامه الى قصه اخرى ان شاء الله. حياكم الله.